تستطيع أن تحلق إذا ربطت قدميك بالأرض. جبران خليل جبران. هلو جايز، عاملين ايه؟ احنا لسه مكملين في سلسلة الانقاذ، والنهاردة فيديو مختلف عن كل الفيديوهات كالعادة، وكمان حاجة مختلفة جدا. والنهاردة يا جماعة هنتكلم عن حاجة كلنا بنستعملها، ويا جماعة بعد ما انا ما استعملتها بجد غيرت لي حاجات كتير، وانتم لازم تعتمدوا على الكلام اللي انا هقوله لكم ده. ويا جماعة عايزة اقول لكم انه ده مش كلامي اصلا، ده كلام بجد كبير قوي. تمام، وانا حاولت ان انا اجمع لكم اكبر كمية من المعلومات علشان تستفادوا اكتر واكتر. وطبعا قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وطبعا تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ولو عندكم اي افكار قولولي في الكومنت، علشان لو ان شاء الله يا جماعة علشان تشجعوني. ولو يا جماعة الفيديوهات جابت اكبر كم من التفاعل، او مثلا فيوز كتير او حاجة، انا هكمل لكم، هعمل لكم بارت 2 زي ما قلت لكم. ويلا نبدأ من اي يعني قبل من غير المقدمات اكتر. تمام، وهنتكلم يا جماعة النهاردة عن التفكير السلبي ووهم الفشل. جماعة اصلا اظن ان كله بيفكر في حاجات سلبية، سواء لما يكون زعلان او خايف حاجة تحصل له. فانا هقول لكم انتم تعملوا ايه. ويلا يا جماعة، بصوا انا جاية اتكلم معاكم النهاردة عن واحد من اخطر الحاجات اللي ممكن تدمر مستقبلك لو ما عرفتش تحلها، وهي التفكير السلبي ووهم الفشل. خلينا نكون صريحين مع بعض. كم مرة قبل ما تبدأ حاجة قلت لنفسك انا مش هعرف؟ كم مرة خفت تدخل امتحان او تجربة او خطوة جديدة علشان جواك صوت بيقولك هتفشل، او هتجيب درجة وحشة او مش حلوة؟ طبعا في امثلة كتير جدا عن الكلام ده، زي ما جت اللي في بالك واللي ما جاش في بالك اصلا، زي اللي انا قلتها لكم. ويا جماعة فعلا بجد انت مثلا عملت مشكلة او حاجة، فانت بتخاف مثلا ايه الحاجات السلبية اللي هتحصل. تمام، وده يا جماعة حاجة بتدمر المستقبل، علشان مثلا لا قدر الله ممكن حد يعمل اي حاجة بالتفكير السلبي ده. وطبعا عمرك فكرت ان الصوت ده ممكن يكون هو السبب في الفشل نفسه؟ ببساطة، وأهم حاجة يا جماعة، لو انت متوقع الفشل بتتصرف من غير ما تاخد بالك بطريقة تخليك تفشل فعلا. تعال نشوف بتحصل ازاي. أول ما الفكرة تدخل دماغك أنا مش هنجح مثلا، عقلك يترجمها لسلوك، فتأجل شوية، تقول هبدأ بعدين، فتذاكر بس من غير تركيز، فما تديش أقصى مجهودك وتتهرب من التحديات. وفي الآخر لما تفشل تقول ما أنا كنت عارفين يا جماعة، أنا عايزة أقول لكم على حاجة. تمام، التفكير السلبي أو مثلا كلام مع نفسك، يعني مثلا أنا قلت إن أنا مش عايزة أعمل مثلا حاجة مثلا او كده، فانت من كتر الكلام انت عقلك اللي هو ايه هيصعب، خلاص انا مش هعمل كده، فاهميني؟ فهو علشان كده. ويا جماعة عايزة اقول لكم انه في مثلا ناس ما عندهاش شغف او حاجة زي كده. تمام، بس مش معنى كده ان انت تقعد برضو، يعني مثلا اللي هو ايه انا عايزة امسك التليفون، تمام، بس عايزة اذاكر، فانا اذاكر له بسرعة علشان امسك التليفون. فهو ده مثلا مثال مثلا. تمام، فده اللي قصدي عليه، اللي هو ايه عايزه كده بسرعه اي حاجه في اي حاجه علشان ايه امسك التليفون واقعد براحتي. لا يا جماعه، اعمل اللي هو واجبك انت، بعد كده شوف هتعمل ايه بعدين، فاهمني؟ ما انا مثلا نرجع زي ما كنا، ما انا كنت عارف. وده يا جماعه في دايره مفرغه، بس الحقيقه انك مش كنت عارف اصلا، ولا انك تخيلك كان صح، انت اللي عملت كده.
في نفسك ومشيت نفسك في الطريق ده من غير ما تحس. التفكير السلبي بيأثر على طريقة شغلك وعقلك نفسه. لما تكون داخل على حاجة وانت متوتر وخايف من الفشل، تركيزك بيقل، ذاكرتك بتضعف، بتتلخبط في أبسط الحاجات. وده بيحصل كتير مع طلبة قبل الامتحانات، فتلاقي واحد مذاكر كويس جدا بس داخل وهو مقتنع انه هيقع، فيتوتر وينسى ويقع فعلا. مش علشان هو غبي، يعني هو مثلا مش هو فضل يذاكر ده كله وفي الاخر انا غبي، لا يا جماعة، ده علشان انه بس علشان دماغه كانت شغالة ضده، اللي هو التفكير السلبي. كمان في التفكير السلبي بيخليك شايف الدنيا بنضارة سودا. أي غلطة صغيرة تكبرها، وأي نجاح صغير تتجاهله، فمهما عملت عمرك ما هتحس إنك بتتقدم. وده يخليك تدخل في دايرة مقفولة. تفكير سلبي، إحساس وحش، أداء ضعيف، نتيجة وحشة. تفكير سلبي أكتر، المشكلة إنك بتفضل دي عايش جوه الدايرة دي وإنت مش فاهم إيه اللي بيحصل. طب ليه أصلا بنفكر كده؟ لأن دماغك أحيانا اللي هو إيه، بتضحك عليك في حاجة اسمها تشوهات معرفية. زي مثلا إنك تعمم مرة فشلت، تقول انا دايما بفشل، او تهول الموضوع غلطة صغيرة تقول دي نهاية حياتي، او تقارن نفسك بغيرك بشكل ظالم ففي الاخر تطلع بحكم قاسي على نفسك من غير دليل. طب الحل ايه؟ بص، هو الموضوع مش انك تصحى بكرة تبقى ايجابي 100%، ده مش واقعي اصلا. الحل انك تبدأ تفهم دماغك وتتعامل معاها صح. اول حاجة، راقب افكارك، مش كل فكرة في دماغك حقيقية. اسأل نفسك، هل عندي دليل على اللي انا بفكر فيه، ولا ده مجرد خوف؟ تاني حاجة، غير صياغة الكلام اللي بتقوله لنفسك. بدل انا فاشل، جرب انا لسه بتعلم. بدل ما مش هعرف، اجرب. هحاول واشوف فرق بسيط في الكلام بس تأثيره كبر عليك. عايزه اقول لكم يا جماعه، بعيدا عن الكلام ده، انه المقارنه، نرجع شويه كده، المقارنه دي من اكتر الحاجات وحشه في الحياه حرفيا. ما ينفعش تعملوا كده، لانكم حرفيا هتروحوا في موال تاني خالص عن الحاجة دي. حرفيا بجد حاجة وحشة جدا انك تقارن نفسك بعد. تالت حاجة، كمل رغم الخوف. ما تستناش تبقى واثق علشان تبدأ. ابدأ وانت خايف، لان الحقيقة انه الفعل هو اللي بيكسر التفكير السلبي مش العكس. رابع حاجة، بلاش المثالية. ما تطلبش من نفسك الكمال. قسم اهدافك لحاجات صغيرة، وكل ما تنجز حاجة حتى لو بسيطة، ثقتك بنفسك هتزيد واحدة واحدة. خلي بالك من صوتك الداخلي، الكلام اللي بتقوله لنفسك أخطر من كلام أي حد تاني. فلو انت طول الوقت بتجلد نفسك، هتصدق اللي بتقوله وهتعيش عليه. خليك فاكر انك مش مطلوب منك تكون سوبرمان، ولا مطلوب منك تنجح في كل حاجة من اول مرة. المطلوب منك بس انك ما تبقاش سبب في هزيمتك. وفي نقطة مهمة جدا، في فرق بين واحد بيغلط وبيحاول يصلح، وواحد مقتنع من البداية انه فاشل الاول عنده فرصة يتحسن. التاني قافل على نفسه الباب بإيده، فما تبقاش انت اللي قافل الباب على نفسك. ابدأ بس وجرب واغلط وتعلم، بس اوعى تقنع نفسك انك فاشل في يوم من الأيام قبل ما تحاول. لو عجبتك لو عجبك الفيديو، ما تنساش تعمل اللايك وسبسكرايب، وطبعا تفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله يا جماعة الفيديو الجاي هيبقى عن مشكلة التسويف وحله. طيب، ممكن اسألك سؤال؟ هو انت ليه مستني حد يقولك سيب الموبايل وذاكر مثلا؟ يعني ليه مستني حد يقولك انت وقتك مهم ما تضيعهوش من بين ايدك؟ ليه مستني حد يضغط عليك
عليك او عليكي. طب ليه لما بتجيبي درجة وحشة بتقعدي تعيطي وتقرري انك تبطلي او تذاكري فترة، مع ان الامتحانات دي عايزاكي تبقى احسن وتعرفك غلطك فين، عايزة تفوقك وتقويكي. يعني ليه بتزعلي قوي قوي لما حد يقولك انك مش بتعملي اللي عليكي، مع انك فعلا مش بتعملي اللي عليكي خالص، بس بتقفي مكانك وقتها وتاخديها حجة انك مش هتذاكري بقى، ونفسيتك هتبقى وحشة يعني وكده. يعني ليه؟ تمام. فيا جماعة عايزة اقول لكم انه ان شاء الله الخطة دي احنا مكملين فيها، ولو عجبتكم طبعا قولوا لي ايه رأيكم في الفيديو، وطبعا في الكومنت يعني. واللي مش فاهم اي حاجة قوي يا جماعة، عايزة اقول لكم في اخر دقيقتين او حاجة في الفيديو، عايزة اقول لكم يا جماعة انه الخطة ديتي هي خطة سهلة جدا، بتكلم فيها كل فيديو عن ازاي تذاكر عن حاجات مهمة. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وطبعا تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي افكار قولوها لي في الكومنت علشان ان شاء الله هنفذها. قلت لكم يا جماعة انه انا في فكرة التسويف اللي ممكن اعملها المرة الجاية. انتم ممكن على فكرة تقولوا لي في الكومنت لو مثلا حد عايز ازاي يذاكر مثلا عربي، او مثلا اي دراسات او اي علوم مثلا او اي مادة اي حاجة. طبعا تقولوا لي في الكومنت، احنا اخوات. وطبعا يا جماعة لو عندكم زي ما قلت لكم وهكرر لكم كل مرة، لو عندكم اي افكار قولوا لي في الكومنت علشان بجد ابقى مبسوطة. وطبعا شكرا لكل الناس اللي بتشجعني وتكتب لي كومنت حلو. ويا جماعة عايزة لكم انه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وطبعا تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي افكار قولوا لي في الكومنت. وبس كده، باي.